هاي يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. ام سوبر اكسايتد للفيديو بتاع النهارده عشان قطع الملابس اللي موجوده فيه شويه مختلفه ومش عارفه هتبقى شكلها حلو عليا ولا لا. زي ما احنا عارفين ان شي ام بقى جواه شوبس كتير قوي او جواه براندز كتير قوي، اساميهم كتير معديين اكتر من 30 براند جوه ابلكيشن شي ام، وكل براند ليها ستايل مختلف عن البراند التاني. يعني في براندات شويه اكتيف او لبس رياضي، في براندات شويه اللبس الكاجوال بتاع كل يوم، وفي براندات اللبس الكلاسيك قوي بتاع الشغل، وفي الكلاسيك بتاع المناسبات، وفي الحاجات الفينتج قوي اللي تحسسكم ان انتوا طالعين من فيلم قديم. فيلا مش عايزين نطول في الانترو بتاعت الفيديو، هتلاقوا صوره الحاجه على الويب سايت موجوده على الشاشه وموجوده عليا كمان وانا قايساها، وكل القطع هتلاقوها موجوده تحت في الديسكربشن بوكس، اللينكات والاكواد وكود الخصم وكل حاجه. هنبتدي اول حاجه بالسات اللي انا لابساها دي من عند دايزي، وما بحب اشتري الساتس تكون واسعه وشكلها حلو فاكيد بجيبها من دايزي. انا كنت جايبه سات قبل كده لونها رمادي بزبر كده من عند دايزي، وبجد حلوه جدا وقاعده معايا بقالها 3 سنين ما شاء الله، بجد تحفه، ولا وبرت ولا حصل لها اي حاجه. فده اللي خلاني اتشجع ان انا اجيب سات كمان من عند دايزي. الفرق المره دي ان هو هودي كده وفي زي كابشو مش ضيق، واسع، الحجم بتاعه حلو. وميك شور وانتوا بتشتروا المقاس بتاعكم من دايزي تاخدوا مقاس اكبر، لان دايزي معمول للمقاسات الصغنونه، فدايما خدوا المقاس الاكبر. يعني انا في العادي بلبس لارج، خدت من ده مقاسه اكس لارج، والصراحه شكله تحفه، المقاس بتاعه مظبوط بالظبط كاني جايبه مقاسي ومش ماسك عليا ولا اي حاجه. وعجبني فيه انه من جوه، عايزه اوريكم الفروه بتاعته، مش عارفه تكونوا شايفينها ولا لا، يا رب الفوكس يساعدنا. الفروه بتاعته ريتش شويه، يعني اغلب السويت شيرتس اللي احنا بنجيبها بيبقى فيها فروه بس بتبقى كانها طبقه خفيفه، بس دي تحسوها ريتش كده، تحسوا ان الفرو باين، مش عارفه هتشوفوها ولا لا، فبتحسوا ان ملمسها ناعم قوي على الجسم، بجد احساسها تحفه. بصوا لي بقى يا جماعه الحلاوه، خدت السات دي كده، هي عباره عن زي اسمه ايه ده، بيسموه ايه، فيست، بس فيست كده كات، والمفروض ان هو بيجي على قد الجسم بالظبط، وتحتيه قميص طويل، والقميص فيه الشكل ده كده اللي هو مكشكش من عند الكم. عارفين الستايل الفرنسي ده، عارفين القديم، هو تقريبا نفس الحاجه. احلى حاجه ان القميص طويل زي ما انتم شايفين كده، فهلبسه على ليجن وبوت، اعتقد انه هيبقى شكله حلو قوي. بس لفت نظري ان من تحت يعني في قطعه جت زياده زي توب كده كت، مش عارفه هتشوفوه ولا لا، كانه فستان كت من تحتيه، لان ميبي القميص يكون شفاف شويه. فدي عجبتني مش عشان فوق، يعني مش عشان القطعه من فوق، لاني اكيد هلبس حاجه من فوق، بس عجبتني عشان شكله من تحت ما يبانش ان هو شفاف. حاساه قيمه وحلوه، القميص الماتيريال بتاعته حلوه، حتى الفيست شكله شيك قوي. وعايزه اوريكم الزراير بتاعته، شكلها بجد حلو قوي، يا رب بجد يبقى شكله حلو عليا، انا حاطه في دماغي شكل، فيا رب يطلع هو. القطعه دي من شوب جوه الشي ان اسمه شي ان مود، مش عارفه البراند بتاعت القميص دي ايه لان مش مكتوب عليها، بس خلوني اتشيك اللينكات اللي معايا واشوفه لكم من انهي براند. القميص ده عجبني شكله قوي، لان هو زي ما انتم شايفين كده جاي كانه راب او مربوط، والجزء ده مكشكش كده من الجنب، يعني لو حبيت البسه على سكيرت، لو حبيت البسه على بنطلون واسع، هيبقى بجد شكله حلو قوي. وشكل القميص حاساه بيخلي شكل الجسم من فوق حلو، وفي زي اسوره كده من هنا. القميص طبعا خفيف فلازم يتلبس حاجه من تحتيه لانه شفاف، بس عجبني قوي. وعجبني كمان الكبسوله، الكبسونه ولا الكبسوله مش عارفه بيسموها ايه، بس زي زرار كده بيقفل الجزء ده عشان ما يبقاش مفتوح قوي، فانت ممكن تلبسيه كده او تقفلي الزرار اللي موجود هنا، او الكبسوله. كبسوله، قولوا لي هي كبسونه ولا كبسوله، بصراحه انا مش عارفه. يجي بقى للبنطلون ده عشان عاجبني جدا وحط عليه اكسبكتيشن عاليه، فيا رب يطلع شكله حلو. مبدئيا هو برده من عند شي ان مود، وبيتهيألي انتوا بقى عندكم فكره شي ان مود شكل الستايل بتاعهم عامل ازاي، ان هو الشبه الكلاسيك شويه، الشيك القديم، سنه فينتج حاجه كده. يعني البنطلون ده هاي ويست، يعني كل ده الويست بتاعه شايفين، فهو بيبتدي تقريبا من تحت الصدر بشويه لغايه تحت. عجبني الستايل بتاعه لانه واسع عامل زي الجيبه، وفي نفس الوقت الزراير اللي فيه دي مخليه شكله كلاسيك كده فينتج، بجد عجبني شكله قوي على الويب سايت، فقلت لازم اجيبه. واما خدت كمان معاه البلوزه البيضاء اللي انا وريتها لكم الاول، لاني حسيت ان هي هتماتش قوي عليه. البنطلون الخامه بتاعته قماش، يعني زي ما انتم شايفين كده، وبيمط حاجه بسيطه بس مش لكرة، يعني انا مش عارفه اوصف القماش بس هو مش لكرة. عجبني قوي الزراير بتاعته من فوق، وحاساها في اللبس هتبقى تجنن. اعتقد اني حبيت البراند بتاعت شي ان مود لدرجه ان انا جايبه منها حاجات كتير قوي المره دي. برده البلاوز دي من عند شي ان مود، وبرده جبتها عشان
عشان البسها على البنطلون. بصوا هي شويه عامله هنا كانها كورسيه، بس هي مش كورسيه، هي قماش عادي، وهنا عامل كانه كاب وطالع منه القميص. حسيتها على البنطلون هتبقى مزه جدا، بس مش عارفه الصراحه هي في الحقيقه هتبقى عامله ازاي. اكيد ظهر لكم على الشاشه، وما تنسوش تكتبوا لي رايكم. انا طقمتهم كده في دماغي، فمش عارفه هم في الحقيقه هيبقوا تمام ولا لا. الست دي ميار جابت منها، وده شكلها كده، بس ميار اعتقد جايبه اللون البيج، انا جبت البينك. بس انا ما شفت الفيديو بتاع ميار قلت احي انا جبت نفس الحاجه. بس الصراحه كويس ان انا جبتها، لانها بجد كان شكلها حلو قوي عليها، وانا ما شفتها على الويب سايت عجبتني جدا، فقررت ان انا اخدها. هي عباره عن فيست كده، هي قماش خفيف مش تقيل خالص. الست دي بالنسبه لي هي شكل حلو قوي، لكن الكواليتي بتاعتها مش واو. يعني اللي هيشوفك لابسه الست دي على بعضها هيقول واو قد ايه الست دي شيك قوي وشكلها حلو، بس القماش بتاعها مش احسن حاجه في الدنيا. فيست فيه رباط من ورا كده عشان تمسكيه عليكي، لان هو كل ما كان ممسوك كل ما شكله بقى احلى. وبيجي معاها بانس كده زي ما انتم شايفين، برضو لونه بينك كده، بس الاطار بتاعه بتاع الويست لونه اسود. حقيقي حسيت بالاحباط في القطعه اللي هوريها لكم دلوقتي. دي صورتها على الويب سايت، فحطيت عليها اكسبكتيشن عالي جدا. اما جت حسيت انه لا، مش هي دي. ده عباره عن بنطلون كده، بغض النظر عن لونه اللي باين مصفر اكتر من هو هافان. هو انا جبته عشان الحركه اللي في الجنب دي، حركه الفيونكات اللي مرسومه على البنطلون لغايه الاخر، بس شكلهم في الحقيقه مش زي خالص الويب سايت. حاساها في الويب سايت كانت باينه ان هي افخم والماتيريال بتاعتها احلى، لكن على الحقيقه الماتيريال خفيفه قوي والرسمه مش زي ما انا كنت متخيله. خلينا متفقين ان براند دايزي عمرها ما خذلتني. خدت البلاوز دي من عند دايزي، الصراحه الماتيريال بتاعتها تجنن، وزي ما قلت لكم هو عمره ما كسفني، وفيها زي اطار بني كده لونه بارد داخل على رمادي، وعجبتني قوي عشان المثلث القمر اللي موجود فيها هنا، حاساه هيبقى شكله حلو قوي. ومن الناحيه الثانيه هنا قصير. صراحه انا مش عارفه القصير اللي من قدام طويل من ورا ولا العكس، خليني اما اجرب واشوف. بس بيتهيألي يعني ان الطويل هو اللي من قدام والقصير من ورا، يعني حتى ما فيش تيكت هنا يبين انهي قدام وانهي ورا، بس الماتيريال بتاعتها حلوه جدا ومدلعه كده. يا رب تكونوا شايفينها، بس بجد شكلها خطير. وجس وات، الفيديو خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم والستايلينج كمان يكون عجبكم. اكيد موجود على الشاشه كود خصم، عشان لو حبيتوا تشتروا اي حاجه من على موقع شي ان تستخدموا كود الخصم، هيديكوا خصم اضافي اوريدي على الخصومات اللي موجوده. وهتلاقوا كل تفاصيل اللبس اللي انا جبته موجود تحت في الديسكربشن بوكس، بالاكواد باللينكات بالديسكاونت كود بكل حاجه. ما تنسوش قبل ما تمشوا تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه والقناه الثانيه بتاعه الفلوجز، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.